السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم متابعينا الأعزاء في حلقة جديدة. طبعا كعادتنا صلوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، اللهم صل وسلم وبارك عليه. يلا بينا نشوف المشكلة اللي جايالي. ازيك يا عبد الرحمن؟ أنا بنت وحابة أحكي لك عن شعور دايما مرافقني، شعور بالوحدة، لأن أمي كانت مشغولة بالشغل أكتر من اهتمامها بينا وإحنا ولادها. من وأنا صغيرة كان البيت شبه صامت. أمي كانت دايما مشغولة، ساعات تتأخر من الشغل، ساعات تاخد شغل البيت أو تقرأ ملفات أو تتصل بزمايلها. أنا وأخويا نقعد لوحدنا ساعات طويلة. أتذكر وأنا عندي 7 سنين كنت عايزة أوريها رسمة رسمتها، جريت لأمي وأنا فرحانة، لكنها كانت ماسكة الهاتف بتضحك في مكالمة عمل. تمام حاضر هشوف بعدين. ما بصتليش حتى، ما قالتش كلمة تفرحني. حسيت إن فرحتي نفسها راحت. كبرت والوضع ما اتغيرش. كل يوم بعد المدرسة كنت أرجع للبيت واقفة قدام الباب لحظة، أتمنى أشوف ابتسامة أو حضن، لكن غالبا أجد البيت هادي. أمي مش موجودة أو عينيها على الكمبيوتر أو الموبايل. اللي زاد وجعي لما كنت محتاجة حضن أو نصيحة، حتى لو حاولت أتكلم معاها كانت ردودها قصيرة، أحيانا بتقطعني بعبارة مش دلوقتي أنا مشغولة. بتذكر يوم كنت ببكي بسبب مشكلة كبيرة مع أصحابي في المدرسة. رحت لها شايلة دموعي، قلبي بيتقطع. لقيتها بتتفرج على شاشة الكمبيوتر وترد عليا ماشي خلصنا الكلام. حسيت إني اختفيت، كأني مش موجودة في حياتها. الروتين اليومي بتاعها كان كله شغل. الصبح بدري تروح الشغل قبل ما أصحى، الساعة 3 العصر ترجع بس عينيها على اللابتوب أو الموبايل. العشاء معانا كان غالبا صمت أو عبارة كله بسرعة عندي شغل. كل عطلة في نهاية الأسبوع كانت محجوزة لمشاريع أو اجتماعات. الوحدة دي سابت أثر نفسي كبير. بقيت أخاف أعبر عن مشاعري، كل مرة أحتاج حب أو دعم بلاقي الفراغ موجود. بدأت أحل كل مشاكلي لوحدي من صغري. اللي زاد وجعي أكتر لما أصحابي كانوا بيحكوا عن حضن أمهم، عن اهتمامهم، عن كلمة طيبة، وكنت بس أبتسم وأخفي دموعي. حسيت إني دايما متأخر عن حياة الناس التانية. حتى دلوقتي وأنا كبيرة لما أفكر في علاقتي بأمي بحس باللوم، مش عليها هي، على نفسي. ليه ما كنتش أقدر أكون موجودة أكتر معاها؟ لكن في نفس الوقت بحس بالمرارة إنها حاضرة بجسدها بس غايبة بروحها. اللي زاد إحساسي بالوحدة إنه أثر على شخصيتي. بقيت مستقلة جدا، خايفة أطلب أي حاجة من أي حد. بقيت متحفظة في مشاعري، مش قادرة أثق بسهولة. أي علاقة جديدة بحس فيها نقص حب ودعم من أول تجربة. دلوقتي أنا واقفة بين نارين، نار إني أعيش مع الألم ده طول حياتي وأحاول أتعايش، نار إني أحاول أصلح علاقتي بأمي بس بحس إنها مش هتتفهم بسهولة، والفراغ اللي عاشته بداخلي صعب يمتلئ. سؤالي ليك يا عبد الرحمن، إزاي أقدر أصلح العلاقة بيني وبين أمي بعد كل السنين دي من الإهمال؟ بعد كل السنين دي من الإهمال. بصي أنا عايز أقولك إن دي مشكلة، يعني ذنب مش ذنبك. دي ذنب مش ذنبك. أنا عايزك بكل بساطة يعني تروحي لمامتك وقولي لها يا ماما أنا يعني نفسي إنك تكوني موجودة معانا، نفسي تهتمي بينا، نفسي تهتمي بينا، نفسي يا ماما تكوني معانا، نفسي يكون لينا وجود في حياتك، مش مجرد أكل وشرب وبسرعة بسرعة ومفيش أي حاجة تكوني موجودة فيها معانا. قولي لها على كل المشاعر الجميلة اللي انت قايلاها دي. قولي لها على كل المشاعر الجميلة دي اللي انت قايلها لي في الرسالة. قولي لها ان انا نفسي في حضن، وقولي لها ان انا بحبك، وقولي لها كل حاجة جميلة عايزة تقوليها. بصي، حاولي مع ماما تتكلم معاها كتير. قولي لها يا ماما احنا محتاجينك،
وقولي لها يا ماما انا اتدمرت، وقولي لها يا ماما انا اتبهدلت، وقولي لها يا ماما انا فقدت ثقتي في حاجات كتير في الدنيا. قولي لها الحاجات الصعبة اللي انت مريتي بيها دي، وقولي لها كل المشاكل اللي في حياتك، وقولي لها يا ماما احنا محتاجينك جنبنا ومحتاجينك تكوني موجودة معانا، وقولي لها يا ماما احنا بنحبك، وقولي لها يا ماما احنا نفسنا في حضن ونفسنا في الحب ده، وقولي لها يا ماما نفسنا نحس بحبك ونفسنا نحس ان انت بتحبينا. انت لازم تثقي في نفسك وقربي من ربنا وصلي واقرأ قرآن وما تزعليش. ان شاء الله باذن الله تعالى ما هتكون يعني مجرد ضغوطات ومشاكل الحياة، وان شاء الله هترجع تاخدكوا في حضنها زي الاول واكتر من الاول. سؤالك اللي انت بتقوليه ازاي اقدر اصلح العلاقة بيني وبين امي بعد كل السنين دي من الاهمال؟ طبعا انا قلت لك الاجابه، روحي لمامتك وقولي لها كل المشاعر الجميله دي، وقولي لها يا ماما احنا بنحبك، ويا ماما عايزينك تكوني موجوده معانا، وحاولي تقولي لها كل اللي في قلبك. حاولي تقولي لها كل اللي في قلبك وقولي لها يا ماما نفسنا نحس انك موجوده معانا، نفسنا نحس انك دايما معانا، وان شاء الله باذن الله تعالى يعني ترجع والدتكم تفضل معاكم وتتفرغ لكم شوية وتبعد عن الشغل شوية، وإن شاء الله بإذن الله تعالى ترجعوا سعداء زي الأول. وحاولي يعني إنك تتكلم مع مامتك كتير، وحاولي إنك تقعدي تقولي لها يا ماما إحنا بنحبك، يا ماما إحنا نفسنا في حضن زي زمايلنا، يا ماما إحنا نفسنا نحس بوجودك، مش مجرد أكل وشرب وخلاص، مش مجرد أكل وشرب وخلاص. قولي لها كل المشاعر الجميلة دي، واتمنى ان شاء الله مامتك ترجع لكم احسن من الاول وتهتم بيكم زي الاول واكتر، واتمنى اني اكون قدرت افيدك، ونشوفكم بحلقة جديدة والى اللقاء.